صباح الخير وتحياتي لكم أينما تكونون. اليوم لدينا درس جديد في اللغة الألمانية من مستوى B1. درسنا لهذا اليوم هو درس قواعدي بحت، يتمحور حول استخدام obwohl أو trotzdem. obwohl أو trotzdem. obwohl تأتي بمعنى بالرغم من هنا، وتروتستيم تأتي بمعنى ومع ذلك. المعاني في كلا الكلمتين تقريبا متشابهة، ولكن يمكن لنا أن نفرق بين الاثنتين في تكوين جملة في اللغة الألمانية. المعنى في الجملتين يتشابه، ولكن تركيب الجملة في اللغة الألمانية يختلف بين obwohl وبين trotzdem، وسوف نرى ذلك. نحن في المستوى مثلا A1 وحتى A2 كنا عندما نتحدث نكون جملتين، مثلا نقول Das Wasser ist sehr kalt، انتهت الجملة الأولى. ثم نقول Die Leute baden، الناس تسبح. إذا الماء بارد، الناس تسبح. أو مثلا نقول، وهي جملة على نفسي أنا، Ich bin 65 Jahre alt. الجملة الثانية Ich werde eine Weltreise machen، أنا في عمر 65 سنة، أنا سوف أقوم. إذا الجملة الثانية هي في صيغة المستقبل، لأنني استخدمت هنا فعل werden. Ich werde eine Weltreise machen. Weltreise رحلة حول العالم، إذا سوف أقوم برحلة حول العالم. هكذا نحن نتحدث في مستوى A1 و A2، ولكن عندما نصل إلى مستوى B1 يجب أن تتحسن لغتنا، يجب أن نستخدم أدوات أخرى للربط بين هاتين الجملتين. إذا هاتين الجملتين نربطهما بأداة ربط. إذا هنا تتحسن لغتنا ونرتقي نحن في مستوى اللغة. ولكن هناك فوارق بين استخدام obwohl وبين استخدام trotzdem، بالرغم من أنهما يعطيان أو يبينان نفس المعنى. أولا، أن لو أمعنا النظر في الجملتين Das Wasser ist sehr kalt، die Leute baden، نراهما الواحدة عكس الثانية، كأنهما جملتين غير منطقيتين. الماء بارد، الناس تسبح فيه. أنا في عمر 65 سنة، أنا أرغب وأريد أن أقوم بجولة برحلة حول العالم. هذا لا يتطابق مع هذا. إذا عندما يكون عندنا جمل مثل هذا التناقض بينهما، ممكن أن نستخدم obwohl بمعنى بالرغم من، ونستخدم trotzdem ومع ذلك. أنا اليوم مريض ومع ذلك سوف أذهب إلى العمل. بالرغم من أنني مريض اليوم، ولكني سوف أذهب إلى العمل. إذا هناك تحدي، نوع من التحدي. إذا هذا هو موضوعنا، وهذا الموضوع أيضا غالبا ما يأتي في الامتحان كأسئلة لربط جملتين. أيضا أريد أن نضيف أن obwohl وtrotzdem هما يعتبران Satzverbindung، إذا أدوات لربط الجملتين. ولكن هناك ملاحظة، obwohl هي أداة ربط جملتين وتكون لنا جملة جانبية، أي Nebensatz، أي أن الفعل يكون في الأخير. trotzdem هي أيضا أداة ربط جملتين، ولكنها لا تكون لنا جملة جانبية. هذه ملاحظة مهمة جدا. الفعل يحتفظ مع trotzdem في مكانه في المركز الثاني في الجملة. trotzdem هي لا تكون جملة جانبية، وإنما جملتها رئيسية التي نسميها Hauptsatz. الفعل يكون في المركز الثاني. إذا لنبدأ في الدرس ونأخذ الجملتين الأوليتين
Das Wasser ist sehr kalt. الجملة واضحة المعنى أن الماء بارد. الجملة الثانية Die Leute baden. الناس تسبح. إذا كيف أحسن من كلامي في هاتين الجملتين وأربطهما مع مثلا obwohl، فأقول أستخدم بالرغم من، بالرغم من أن الماء بارد الناس تسبح، أو أقول يعني الماء بارد ومع ذلك الناس تسبح في هذا الماء. إذا Das Wasser ist sehr kalt, die Leute baden. إذا الجملة الأولى Das Wasser ist sehr kalt، الجملة الثانية die Leute baden. الآن سوف أربطهما بأداة ربط obwohl التي سوف تكون لي جملة جانبية أي Nebensatz، أي أن الفعل في نهاية الجملة. إذا سنقول obwohl das Wasser sehr kalt ist، لاحظوا الفعل ist في نهاية الجملة. إذا جملتنا مع obwohl Nebensatz جملة جانبية. الجملة الثانية هنا فارزة، سوف يأتي الفعل في الجملة الثانية baden die Leute. die Leute الفاعل هم الفاعل أو الفعلة. إذا أولا الفعل ثم الفاعل. إذا obwohl das Wasser sehr kalt ist baden die Leute. ما معنى الجملة في اللغة العربية؟ يعني بالرغم من أن الماء بارد الناس تسبح. هذا كان بالنسبة لأوبفول التي كونت لنا جملة جانبية. الآن سوف نستخدم trotzdem بمعنى ومع ذلك. الجملة هنا لاحظوا أن الجملة مع trotzdem سوف لا تكون جملة جانبية، هي جملة رئيسية، هي Hauptsatz، يعني الفعل يكون في المركز الثاني. إذا سنقول Das Wasser ist sehr kalt مثل ما موجود هنا Das Wasser ist sehr kalt فارزة. trotzdem ومع ذلك baden die Leute. إذا الفعل أولا بعد trotzdem ثم الفاعل. إذا trotzdem baden die Leute. إذا الجملة هنا مع trotzdem هي جملة رئيسية، الفعل موجود في المركز الثاني ليس موجودا في نهاية الجملة. trotzdem baden die Leute. أتمنى يعني أن يكون هذا المفهوم الآن واضحا أمامكم. لنأخذ الجملة الثانية. Ich bin 65 Jahre alt. Ich werde eine Weltreise machen. إذا أنا في عمر 65 عاما، وبالضبط أنا في عمر 65 عاما. Ich werde eine Weltreise machen. سأقوم. إذا جملتنا هنا في المستقبل لأننا استخدمنا فعل werden، وسوف نحتاج مع فعل werden نحتاج إلى فعل ثاني في نهاية الجملة يكون في حالة المصدر، حالة الانفينيتيف، وهو machen أي غير مصرف. Ich werde eine Weltreise، رحلة حول العالم، سأقوم برحلة حول العالم. وفعلا أنا قمت يعني قبل أسبوعين برحلة داخل الاتحاد الأوروبي شملت 13 دولة، وقطعت فيها 5950 كيلومتر. يمكنكم مشاهدة هذه الفيديوهات والمعلومات حول تلك الدول التي زرتها. إذا Ich bin 65 Jahre alt. Ich werde eine Weltreise machen. هذه الجملتين نحن كنا نتحدث فيها في مستوى A1 و A2، ولكن هنا عندنا أدوات ربط جملتين. obwohl تكون لنا جملة جانبية، trotzdem لا تكون لنا جملة جانبية، وهما بالمعنى بالرغم من أنني في عمر 65 عاما سأقوم برحلة حول العالم. أو استخدم trotzdem ومع ذلك. إذا نأتي إلى الجملة رقم 2 هنا. سأقول obwohl ich 65 Jahre alt bin werde ich eine Weltreise machen. إذا استخدمت هنا obwohl بمعنى بالرغم من. obwohl ich 65 Jahre alt bin، إذا بالرغم من أنني بعمر 65 عاما. ولاحظوا أن مع obwohl
كونا نيبن ساتس جملة جانبية، أي أن الفعل في نهاية جملة، هذا هو الفعل بن. الجملة الثانية بعد الفارزة سيأتي الفعل ثم الفاعل. إذا سأقول werde ich eine Weltreise machen. إذا جملتي بمعنى بالرغم من أنني في عمر 65 عاما سأقوم برحلة حول العالم. إذا هناك تحدي. الجملة الثانية لا تشبه الجملة الأولى، إذا هناك عملية تحدي. لنستخدم الآن أداة ربط التي لا تكون جملة جانبية وهي trotzdem. إذا سأقول ich bin 65 Jahre alt, trotzdem werde ich eine Weltreise machen. أنا في عمر 65 عاما ومع ذلك trotzdem werde ich eine Weltreise machen. إذا بعد trotzdem يأتي الفعل ثم الفاعل. إذا هذه الجملة ليست جانبية، هي جملة رئيسية. Hauptsatz، الفعل يحتفظ بمكانته في المركز الثاني. Trotzdem werde ich eine Weltreise machen. أتمنى أن تقوموا جميعا برحلة حول العالم، ورحلة استكشافية في الشرق، في الغرب، في الشمال أو في الجنوب، وتستمتعوا بهذا العالم يعني الذي يحتاج إلى اكتشاف. إذا مشاهدة الأفلام قد لا تكفي، وإنما التجربة والمغامرة بحد ذاتها هي أن تذهب وترى بعينيك كل شيء. إذا تحيات ومع عم فاضل، ولا تنسون اللايك، ولا تنسون أيضا الاشتراك لمن لم يشترك في القناة. إذا إلى اللقاء في موضوع آخر.